بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الأفاضل، اليوم نتكلم حول دخول أبا بكر في الإسلام رضي الله عنه وماذا قدم للإسلام. مختصرا لا نطول في الكلام لأننا نتكلم عن تاريخ الإسلام، ولكن أحببنا أن نتكلم ونعرف أول خليفة لنا رضي الله عنه الذي خلف رسولنا في إدارة أمر الأمة. برايد عزيز إيرو أمي بحثا أبو بكر الصديق وكات إسلامي بكرتاي أمبر دريجنا كان ليشان نقطة بتشوك در حق ويدا أنفعم بكن. يعني أبو بكر خداج رازيبه كات إسلامي تشكر إسلامي را خدمتك بكرتاي تشتي كان أميج بيجن إسلاموي حتى كو أم بيجن حتى وفاة پیغمبر عليه الصلاة والسلام در سهاتي أمي بحثاوي وخليفتي أوي بكن تاريخ إسلام دالي أبو بكر شوكت إسلامي و فايدة كج إسلامي راكر أمي وان تشتواني بين زمان إن شاء الله. طبعا أبا بكر دخل في الإسلام بسهولة، والسبب كان رجل يعيش ويسأل ويبحث دائما عن الديانات وعن العقائد وهكذا. وكما ذكرنا في الجمعة السابقة بأنه لم يسجد لصنم، لم يشرب الخمر، فطرته كانت سليمة وطيبة، وكان صاحبا للرسول صلى الله عليه وسلم رفيقا له، وقد سمع كثيرا، ولأنه كان تاجر ويذهب إلى الشام إلى اليمن يلتقي بأناس أصحاب الديانات، فدائما كانوا يقولوا أن نبي مرسل على وشك الإرسال عن قريب سيأتي، ففطرته كانت سليمة. وحينما عرض عليه الرسول أو عرض عليه الإسلام دخل في الإسلام مباشرة، لأنه كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء لهم نظر جميل يقول من علامات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان أقرب الناس إليه. في الغالب نحن نتكلم للناس بشكل ومع أهلنا بشكل آخر. كثير من الناس ذو الوجوه أو وجهين، في البيت مع أهلهم وأقاربهم لهم كلام، وفي الخارج يظهر نفسه بشكل آخر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال بأني رسول الله، صديقه الذي كان صاحبا له لم يرى هذا شيئا عجيبا، ولم يقل الرسول يا أخي نعرفك وأنت كنت رجل هكذا هكذا. رأى بأن هذا الأمر يطبق على الرسول فآمن به مباشرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا لأبا بكر، وكان يقول دائما للناس عرضت الإسلام على كثير من الناس. معنى الكلمات كل واحد كان يعترض يتكلم يسأل، ولكن إلا أبا بكر فدخل في الإسلام مباشرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدر له هذا التصديق المسبق. إذا دخل في الإسلام مباشرة، وهو أول المسلمين رجالا، ليس الشباب وليس العبيد ولا النساء، الرجال. أول الأحرار دخولا في الإسلام هو أبا بكر رضي الله عنه. كاتنا حضرت أبو بكر دي إسلام ده. أبو بكر هاوي كنت زان حفتات شويش مقوي أبو بكر هوالي پیغمبر و آراوي پیغمبر ده 2 سال، پیغمبر 2 ساله جل ماستر بو. أبو بكر أوج شخصة كي عراقي بنات خوار صنم هيكل ميكال را عبادت نكر، وما كيف جوان را ندهات. شخصة كي بو هردم سوال تكر عجبا پیغمبره که هیتنا دیانت اجوابن ایمان اجوابه تجارت اجتکر دچو شامه دچو یمنه امبیجن کرمانجی بیجن کشه جوانرا کشه یعنی پاپاس کشی جوانا دید یعنی اف دین آدمی خریستیانه وان دید قال کردن خبر دادن دگوتن پیغمبره که هندک مایه وره هندک مایه. ابو بکر وان تشتا گوداری که دگوالا پیغمبره که وره دگوتن هنكي اج هفرا تقول مكي هنكي هبون تسيحب افيكو انجيل خواندبون شان حب يقول مكي هبون تسيحب يكجون ورقه كوري نوفل يكج نظام يزيد زيد كوري تشبو اوانا دغوتن پیغمبره كي هندك ما ماشكيت يمين زانن جورت ام نزان پیغمبره كي وره. يعني ابو بكر هر عقلي دا تشو دغو پیغمبره كي هندك ما وره برسكر اخلاقي ويجي باكه انسان كي تميزه دماكو إجاش پیغمبر راحت عليه الصلاة والسلام حتى دبي خوكي جديد تبو أو خوا خوش حبكي كشارة باباز را كراد بيجا دبي پیغمبره كي ورا تيجي عول إيمان ببيني بي خويج راد بيجن دبي يعني تي إيمان ببيني تبي عول إنسان في إيمان بيتينا واتوك پیغمبر هات
و شخص اول که پیغمبر جرا اسلام گو ابو بکر بگو ابو بکر خادم کریا پیغمبر گو که دست خودش کس تقبل کم او قص ابو بکر که بو مسلمان یک علامت که پیغمبر کی راست دروان نه عالم دبین چه دبی ام انسان ام قالك جارال دروا انسان اكن المال اخو انسان اكيدينه جان ام تين جامي كم سري ما يمري خوال مشت كم تن دروا ما شاء الله حذر شيطانيه بتكن يعني عجيبا ياجي الدروا مش خلق راد من يا حلال حرامكم ملتها بملت نبم تكن بريك اخو يعني قامرها هبه ملائكتنا قامرتنا نبم تكن جيب اخو اي ابو بكر او پیغمبر حواله هبل پیغمبر کجرا گو خادم کریا پیغمبر حسانه في انسان الدروا راسته دروانا كحيلنا ك ایمان پیانی ایجا عالم دبین علامت ایمان ابو بکر و خانم پیغمبر حضرت خدیجه و وانه هانه علامت پیغمبر راسته ایوی نیزیک زانن چی انسانه ای خریب شخون خریبن اوی نیزیک زانن يعني عادت ما امش خریب را خود کد افندی لمال دبن یکی دی گلک جارا مثلا کتاب جی بحث کن اینکی انسان درتن زاروک دمالا خدا وکنا فرعونن وکا دیکتاتورن يعني لدرواجيا ونرمين افندينا خوشكن ها هوات كن جملت تجویز جنکرا جناوی را زارو کرده یا باوی ماشاءالله انسان افندیه اوه یانا دوی راست بینه و بحثا بی شخصیت که دوی هره اول بی شخص المال ندیتیه ایگود بجن او المال نین المال شیر الدرواجی ملائکتکیه ایجا ابو بکر خدا جرازی به دمک پیغمبر جراگو خبردانا پیغمبر که گو از پیغمبرم نگو نه والله گوش لائقه تایش خون گو لائقه تای کدوی پیغمبر اف ایمان ابو بکر که او قازو ایمان پیغمبر آنی حضرت پیغمبر قد جبیر وانکر علیه الصلاة والسلام جبیر وانکر ام انسان دروجه تنگ دا کیل که لکا مدر که و که اصل مهبه ام وی قنجیه و جبیر وانک رویا تنگ دا کی گو تظلامی تباشی آلیکاریه تکر که اصل مهبه ها اما که اصل متنه به ام جبیر واتکن که اصل مهبه ام بجن والله تا رویا تنگ آلیکاریه کر تجمن یقین کر جاره انسان که تید به حیرت تشتکی و ها چه بیه تماشات کی صادين وتملات بدروات کی یک ویناس کد بنا ولات راست بیشی ای شهاده امتناد به شهاده تاتنا بشت انسان کی من دیت دروات راست بیشی دما که هر کسش حضرت پیغمبر گوت نراستی دروات کی ورداوت ابو بکر ایمان پیانی پیغمبر جبیر و نکر هر دم دگو کس کی وک ابو بکر تنا يعني جانا صحابيه هب عاجز بقرا دگو ابو بکر خبر ندر او ایمنه يعني دگو حتى پیغمبر دگو اگر کم یکی بکره دوست جخورش خدا بخینتر من ابو بکر بکره دوست خو او قصا کو پیغمبر جه حست کرد دگو روزا تنگ دت ایمان من آنی هر کسی تردد کرد شبه کر عجبا از فکرم از واکینو بکم ابو بکر در حال بو مسلمان ایمان پیانی پیغمبر بیا قد شبیر و نکر و هر دم دگو ابو بکر دفجه برد طيب بعدما دخل في الإسلام لا نحب أن نطول تفاصيل ماذا حصل ولكن أبا بكر كان له خصوصية في الجاهلية يعرف النسب وكذلك له علاقة طيبة مع الناس ورجل تاجر أولا لاحظوا هذا الأمر كثير من الناس بعدما أو قبل ما يدخل في الإسلام أو ربما فاسق أو ربما كافر أو ربما تارك الصلاة ترى في طريقه ما شاء الله عفريت كما نقول يعني الرجل في أول الطريق في الصف الأول في صفوف الشيطان في الصف الأول حينما يكون مع الشيطان أو جندر من جنود الشيطان في الصف الأول ولكن حينما يتحول من صف الشيطان إلى صف الدين تراه في مؤخرة الصفوف رجل كسلان لا يعمل شيء لا يتكلم ذهب المال ذهب الجمال ذهب العقل ذهب أصبح مسكين يعني ليس في الصف الأخير ربما بجنب الباب الخارجي للمسجد هكذا في مؤخرة الصفوف هذا علامته لم يستفد من إسلامه كثيرا ولكن الذي يكون في الصف الأول في صف الشيطان وحينما يدخل في الإسلام يكون في الصف الأول في عباد الرحمن قد استفاد من إسلامه اللي نرى هل استفاد أبا بكر من إسلامه دخل أصبح في الصف الأول أم أصبح في مؤخرة القوم رجل لا اسم له سنرى هذا في حياته تشتكي جبير ماناك قالوا جماعتي أبو بكر بريا إسلامي تشبو چند تشتي ما قوتبو إنسان كي زانابو نسبة ملت زانبو كي لا كي أصل فصل يعني بكردي بيجن يا تاريخ إنسان زانبو يك إنسان كي تجارته يبريه هبو تجارته تكر أبيسا إنسان كي ديالوج قوي دقال إنسان هبو دوستي بربون إنسان كي ناسكري بو
امی آن تماشاکن ابو بکر پشت کت اسلام فایده جوان تشتادید آن بو ابو بکر کی گندی فقیر جاهل نزان امی وانا بدینن لو رأيرو ام تماشات كند ناوا بسلمان هذا قالك جماعة جهين كي إنسان هنا يا كافرن دبن مسلمان يا جي ام بجن بلميجن بدسميجن داوية توبات كن لميجت كن تين ريا خدي هنا كي هنا وقت كد ريا شيطان دانا صفا عول دانا قهرمان ها تجارت خدا جهاتنا سياست خدا جهاتنا خبردان خدا جهاتيه هر دم لپیش عسكر شيطانه كتوبت که زنگینی دچه خوشکی دچه عاقل دچه خبردان دچه میرایی چه شخص بردارید سکنه صفا داوی داره یعنی دم جدر ناکه نابی از همه کردی مدوی حینی جدر ناکه نابی کختی یعنی صفر حال بو کی بریا کو با لمیش بکی اج بریا اسلامی زنگین بو پری پر بو ورداد چو ودا چو وی کارت کرد وی خبردانت کرد ام بجن سیاسی و سیاست خود کرد انسان کی خبردان خبر دا نفسان دنفسان ور حاصل شر الخلقیت خص بکر یعنی كنت باب سلمان قسمك جوان تنانيتي من رحمة خديلي بالفاتحة كان دبي أو درباس بوقت أما أجر كو أبي إنسان وقت العسكري الشيطان صفا عول دابه كنت أبو بكر هات صفا عول خديج تخوات صفا عول دا ساكني دمكي فايدة إسلامي ديتيه إسلام مروا فقير ناكه إسلام مروا أحمق ناكه إسلام مروا جاهل ناكه إسلام نابجت ترسونه کن زانش نه دو ترسن اسلام نه میر بیان تش خدل پشته چما ترسید اما انا تماشا کن ابو بکر اوان تشته خدای دابیه که بریا اسلام فایده جدید یا ابو بکر مقدی ابو رحمه خدل والله ابو بکر تنه هبو اوتنبو كرديد من هبو اوتنبو يعني اولا نلاحظ ان ابا بكر رضي الله عنه بعدما دخل في الاسلام كان يعرف النسب وله علاقه طيبه مع الناس مباشره استفاد من هذا كان يعرف معادن الرجال يعرف من سيستجيب للإسلام ومن لا يستجيب من سيكتم السر ومن لا يكتم السر من يثق في أبا بكر ومن لا يثق فيه كان يعرف هؤلاء فمباشرة استغل هذه العلاقة ومعرفة الطيبة بالناس وبدأ يتكلم مع كثير من الذين يعرفونهم وكثير منهم كانوا في العمر أصغر من أبا بكر وبعضهم كان 15 سنة 18 سنة 20 سنة كثير منهم هكذا وبعضهم من الذين بشروا بالجنة العشر المبشرين بالجنة عثمان منهم زبير منهم أبو عبيدة منهم طلحة بن عبيد الله منهم هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام عن طريق أبا بكر فمباشرة استغل هذه العلاقة الطيبة ومعرفة معادن الناس وعرض عليهم الإسلام وأخذهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام عن طريق أبا بكر هذا شيء يليق بأبا بكر فكثير من الناس قبل الإسلام أو منا يعني له علاقات طيبة مع الناس فبعدما يكون من أهل المسجد من أهل الإسلام ينقطع العلاقة مع الناس لا يتكلم مع أحد ولا يدعو أحدا إلى الدين ولكن أبا بكر استغل الذي أعطاه الله من المعرفة والخبرة بالناس والعلاقة الطيبة مع الناس يعرف من لديه الاستجابة فأخذهم إلى الرسول ودخلوا في الإسلام وهم كانوا يعرفون بأن أبا بكر رجل صادق فأحيانا كان يقول لهم مثلا مشهور بأنه يتكلم مع سيدنا عثمان وقال يا عثمان هل تراني أنا رجل صالح يقول أنت رجل طيب هل لو دليتك على أمر خير هل ستشك في نيتي يقول لا أنت رجل صالح ورجل طيب صديقي وإذا طلبت مني شيئا فيه الخير لي فيقول المسألة هكذا هناك رجل دخل في الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم نذهب إليه فيأخذه إلى الرسول فيدخل في الإسلام أي حاول أن يستغل ما أعطاه الله من المواهب المعرفة بمعادن الناس وحسن العلاقة مع الناس فدخل كثير من الناس في الإسلام عن طريق علاقة طيبة من أبا بكر رضي الله عنه فلنحاول كذلك أن نستغل ما نتمتع به من العلاقات الطيبة لخدمة دين الله عز وجل نقطة أول أبو بكر الصديق شكر قالوا جماعته ما قوي أبو بكر إنسان ناس تكر أصلوان فاصلوان كيا لا كيا كان غرامة كان كيلو وانا زانبو عاد دو يجي دوستي قال لك مو دوستان ياخذ إنسان راجع تكر دوست شو أشهد من قالوا جماعتي أخلاق تنرم به كيمانية ملة جارنا نديني أبته نديني يعني تختخي وكنا تشتدي بنرويجن بفيركان تشتكي چارگوشه هي چارگوشه تق تق تبكي بقالت قلوبارك بي نرم بي
ابو بكر نربو يعني تشتي بچوك رسالة خونه ديشان بهر كسي راد كنيا مثلا هر انسان كي ابو بكر تقول والله ابيا شباكه ازبي شباكه دبم سلام عليكم من بينش حبتليه مدفرده هنا تنكاري بينش حباكري اتكارم دسي وابجن فيها السلام عليكم تام وانا تنا فيها السلام عليكم دا بيتشيكي يعني هردم علاقته بانسان رهبو اصلا واجي الناس كر ابو بكر شكر چاوک بو مسلمان نسکنی نگوش خواهد چه مال اخو علاقام شکیه اما هر کس از چم جنت اخواده و از تناس ناکم نه او زانبون اخواده دابیه که اصل انسان ناس کر کی قلیته و تنه جوهره کی چوه کی ظلامه کی نظلامه کی دکاره سر و شیره لورا دویست زمان که پیغمبر نوهاتیه جمره انسان که سر و شیرن لازمه سر لورا روی عولت انکاری تشتی آشکارا بکی تو آشکارا بکی تق تفتین کشتن گره و شارتن هبه سری نزد 4 ساله پیغمبر علیه الصلاة و السلام اسلام و شارتیج ملت را گو 4 سال ابو بکر چه کرد افزانه بو نخواده دای که کی ناست کرد اوی کزانه بو اصلی تمامه جوهری تمامه سلام علیکم علیکم السلام تشکیش ترا بیجم گو فرمو از چوامه تقول دوست منی برای منی حواله منی تشتكي خير هاش ترى بيجن تقول كلام كبيجه وانا مهرم جاي محمد تزاني بتقول از خيرات تخوازم از عام خيرام تخواز شو جام پیغمبر تقول کاجه را بيجه پیغمبر تقول از پیغمبر خادمه او بكر امام من انيه اي تقول ايش بمسلمان حضرت عمر عفوا حضرت عثمان عبد الرحمن كري عوف سعد كري ابي وقاص زبير كري عوام ابو عبيده افانا تبجي مسكينه جنته دانوان و تشتكي كبير وانا كن وانا ببرانيش تاب بتشوك حضرت عثمان تاني بتشكي سي تشتكي عمري بالكي هبو تاب بتشوك من ها 11 سال 20 سال عمري وان ابو بكر سي وحشت مثلا اما انا عمري ما دبت شل بينجي ام زاروك ناس ناكن دو كينا 10 سال 20 سال بيرا خبر ده وانا دم ظلام حساب كان عمري 15 سال 11 سال ابو بكر بيرا خبر ده فالتي بيراتك ابو بكر زانه بكيرا خبر ده اوانا تف پشتك بون مسلمان تبون قهرمان يعني تبون قهرمان ابو عبيده ابو مازنه شامي سعد كر ابي وقاص بو قهرمان فارس لودا فتح كر يعني هر کس کی جی کیدا في شكل هاني حضرت عثمان بو خليفه ابو زاويه پیغمبر عليه الصلاه والسلام يعني ابو بكر الصديق خديجه راضي بد ناصياوي دوستانياوي اب انسان را فایده جدید کر خدمت اسلام اویا نقطه اویا اول کو لما خو نسکنی بو مسلمانه کی اکتیف اسلام جملت راگو خواستی اویا دمتواده هبونا بريا كم ورن جامعه توبه بكن ما شاء الله قالك تشتازان كم توبه كنت بمسلمان ابد كيفن خو هاي ما جينا منه ها سري خن كار بخرين اما بريا ويجي ما شاء الله تشي سؤال كي زانه قانون شي اوا سياسات اوا تجارات اوا ميراني اوا هر تشتي زانن كنت توبه كن لماش كنت بهاي مش دنيايتنا فلان دولتي دبي شرش بيد بها نظام فلان دولتي ملت شوتي بيد نظام دبي دولتي دزيات يكرم خبرام خبراتها شي هي يعني آنشخال مجا خود که مهم دنیای تنه اویا علامت ایمان زیدن علامت مج اسلامی باش فهم نکرده اسلام نه وقت شعب خودی دیگرت زیرک بزانا بیانه علم معلومات جرال جمتهبن امر آخر كذلك جعل ابا بكر في خدمة الاسلام ايها الاخوة وليس لدى الكثير من هذه الخاصية جعل ماله في خدمة الدين ماله في خدمة الدين كان رجل غني الجمعة الماضية قلنا كان يقال بأن ثروته في هذا الوقت حوالي 300 ألف دولار بالفلوس الآن يعني طبعا في حوالي 1500 سنة سابقا رجل يملك مقدار كبير من هذا المال يقال بأنه رجل غني فأبا بكر استغل هذا المال وجعلها في خدمة الإسلام حتى أصبح فقيرا ربما تقول لماذا أصبح فقير فأصبح مشغولا بالدعوة إلى الله عز وجل وأنفق ماله لله عز وجل هناك بعض الصحابة دخلوا في الإسلام وخصوصا غير الأحرار أو كما نقول عبيد يعني مملوكين دخلوا في الإسلام فأصبحوا يعذبون ومنهم بلال رضي الله عنه وبعض النساء كذلك فأبا بكر حينما رأى بأنهم يعذبون لإيمانهم فذهب إلى أصحاب واشتراهم بالمال وقالوا أنتم أحرار لله عز وجل حتى اعترض عليه أباه قبل أن يدخل في الإسلام قال يا ولدي أنت ما دام تعمل الأعمال اشتري الرجال حتى يعينوك في هذا الأمر يعني تشتري النساء والأطفال ما يفيد يعني إذا تحب تشتري اشتري الرجال أحرار حتى أو كبار أصحاب القوة حتى يدافعوا عنك فقال دعني وشأني يا أبي فجعل ماله في خدمة الدين أما اليوم كثير منا نعم يقول المال مالي ولكن بدني أختم شوية أما المال
ولا قرش لا يدفع في سبيل الله، يرى الفقير لا يساعد، يرى شيئا يحتاج إلى الإصلاح لا يصلح، يرى بأن هناك مسجد مدرسة طالب علم يحتاج إلى كتاب لا يشتري له كتاب، يعني ماله في خدمته وليس في خدمة الدين. ولكن أبا بكر جعل ماله في خدمة الله عز وجل. فهذا كذلك من خصوصيات أبا بكر رضي الله عنه. تشتكي دني قالوا جماعة أبو بكر الصديق ما قويا زنجين بو، زنجين ما أنا زنجين تشن حاجة بسريخو تشن عمري ولما يشتكن، ولكن أبدا تبيجي سيحة فقيرة بدم خاندن مدرسة كي أبابكم أزن كي كتابة بستينم جامي كي خرابيات جامي كي تشيكم سجاده جامعتنا سجاده کی بستیم یعنی جبونه خودت تشتکیتن امرینه یعنی ابو بکر دوی وقت دا زنگین بو به پره آنا تقریبا نزد 300,000 دلار پریه بو، بلکه آنا بین 300,000 هنده که لی 1500 سال بره پریوی وقتی 40,000 اکی پریوی زیب هبو 40,000 زیب مرا پره آنا حساب که نزد 300,000 دلاریت که یعنی باش بوی وقت آنه. ابو بکر چه وقت اسلام وی پره نکر جبا خو نگو تاما از بو مسلمان از چم جنت پره مجمره نا تماشات کر هنک انسان دکتن اسلام فقیر هبون یک جوان بلال حبش بو مثلا کوله بو فقیر بو مسلمان خوایی وی هرول اتخست و دما کن کی فیلم اسلامی سیر کربه بلال حبش دوی گرما سعودی دا گرما عربستان دبرن بر روجه سرقومه دان سکناندن کبرکی دان زرزکی وی كافر جرمه سي 40 كيلو عرض كلا تهيكا سر بشكن هيك تشد به بلال دغو احد يعني خديك انا عذاب يتكرن يعني ابو بكر شو قلت نافروشي قلت فروشم چه قاسا يقو او قاسا در حال برداي ها خويوي جيراغو قولت بازار بكره من ده ارزام ده گوناز بازار ناكم گو ده قيمته ده زياده خويوي بري قلت سي قرشي من بدا جيب فلتم ابو بکر گوت او قادنیش بگوت من اوقا پرز ده بداته يعني ابو بکر وی پره هانه پیچکر کر خدمت اسلامی وان شخص که بونه مسلمان و کولنه ظلم لوان تکرن وان دسان دگو ون سربستن في سبيل الله ون آزادن تقريبا ندي حبا و ساكنو براني جن 4-5 حب ظلام و 6 حب جن و زاروك و هنكي جوان كور بون مسلمان ظلم لوان تكرن ابو بکر وانا پره خصان و وان تب آزاد كر حتى بابي ابو بكر الصديق يقول لا من تهر دستين جا ايه بقوات بستين برابا بن ظلام فايدة واشتراها بلكي لك تبن لو رفانا يصبروا التخن ترحت نايلن بو بابا تخب دالي بو ازانم اچتكم يعني فريخو كر خزمتا اسلامي اما ايرو زنگين ما بلكي بريا توبه يجي پشت توبه فايدة وجيره هر سال چه حجي هر سال چه عمره وهر حاصل سالي سجارة چه عمره كيتكت كما شاء الله فقط محلاوي دا يتيم فقير مدرسة خواندن تشكيتنها فایده وی جرای ام کردی داره سپیندار وزانش نه قاوا آقاجی داره حوره کردی سپیندار جرات بجن بلنده فقط سیاوی تنه یعنی نه سیاوی هه نه فیکید ده هنک زنگین ماجی ماشاءالله صد ريش دبن بلند بن زنگین دبن اما سیحب یتیم خیره جوان نادینن سیحب جن جنبی زکات وان ناخون سیحب خواندوانه کت خوازن علمه بخواینن فایده کی جوان ندیتنه یعنی ابو بکر انسان کی وها نبو خدای راضی به ور حاصل بكرتاي وابو بكر وان تشتياني تف دقل بيغمبر تكر. وهناك شيء اخر كان دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم شاركه في الغزوات وكذلك يصدق النبي وفي كثير من الاحيان الرسول حينما يقول رايا او يستشير الصحابه في امر من الامور نرى ابا بكر رايه مثل راي الرسول صلى الله عليه وسلم يوافقه في الراي هكذا كان قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الرسول شيئا وخالفه أبو بكر في الرأي بل كان يوافق دائما الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في ليلة الهجرة في أصعب الأوقات كان مع الرسول في الغزوات كان معه في السلم وفي الأمان كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي دني أبو بكر هردم لك بيغمبر بو پیغمبر چه بگوتا ابو بکر دگور تراست بیجی جرات گوتن صدیق جویات یج پیغمبر دگور تراست بیجی یقینی او پیغمبر صادق صد بو تشتک پیغمبر بگوتا نه دگوت نراست بیجی حتی جانا پیغمبر صحابیان دگو ام چه بکن مثال ام بفروشن یا بستن مثال پیغمبر فکر او چه بون ابو بکر وقای دگو یعنی پیغمبر تشکی نگوتن اجی ابو بکر تشکی دگو او پیغمبر فکر اون یک بو
اب خاصه نزیکی رحی پیغمبر نزیکی عقل پیغمبر فهم ویج اسلام را وکنا ابو بکر بو را پیغمبر علیه الصلاه و السلام د شوی طنگ داش دیگل پیغمبر شوا هجرت دیگل پیغمبر بو علیه الصلاه و السلام د حربادا دیگل پیغمبر بو لکلک پیغمبر جنات قیب بطنگای بفرای هر دم کلک اوی بو و پیغمبر جی علیه الصلاه و السلام قال لك كيف يجي ابو بكر رضهات و دغور رب عالم في قنجته ان شاء الله قد بيرانك پیغمبر جي قال لك ما تحوي ده حتى ابراء بس ان شاء الله. الى هنا نكتفي بهذا القدر ونرجو الله عز وجل أن يجعلنا محبوبين لديه ولدى العباد إن شاء الله ويجعلنا في خدمة الدين وأن يوفقنا أن نجعل ما خصنا الله به من المميزات في خدمة الدين إن شاء الله وإياكم.